السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اموركم مزيانه، ومرحبا بقلبك اللي كيقلب على النور، على الهدايه، على راحه البال، وعلى الغفران وعلى رضا الله. مرحبا بك في بودكاست من نوع اخر، بودكاست من القلب للقلب ومن الروح للروح. اليوم غادي نهضروا على واحد المبدأ إلهي، واحد القاعدة اللي فيها شفاء للقلوب وعلاج للذنوب وأمل كبير في وجه كل إنسانة باغا تبدا من جديد. الموضوع ديالنا اليوم هو إتباع السيئة بحسنة. أختي موضوع بسيط في الكلمات، ولكن والله راه عظيم في المعنى وعميق في الأثر، ويقدر يبدل حياتك كاملة، يبدل نظرتك لذاتك، يبدل نظرتك لله، ويبدل طريقتك في التعامل مع أخطائك ومع نفسك ومع ربك. فأول حاجة خصنا نفهموها، حنا بشر، حنا ماشي ملائكة. خلقنا الله بضعف، بشهوة، بغفلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. يعني الخطأ وارد، طبيعي ومتوقع، لكن الخطير هو تبقاي فيه، هو تيأسي، هو تقولي أنا ما فيا صلاح، أنا راه غاني غارقة ذنوب، ربي عمرو يسامحني. وهنا كيدخل الشيطان وكيقنطك من رحمة الله. لكن الله سبحانه وتعالى ماشي بحالنا. الله غفور رحيم، كيتسنى منك غير توبة، غير دمعة، غير خطوة الرجوع، وغيعطيك اكثر مما كتستاهل. ودابا غادي نشرحوا مفهوم اتباع السيئة بحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث بليغ قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني راقب الله في كل وقت ومكان، وهذا هو الأصل ديال الاستقامة. وإذا غلطيت بيها بحسنة، راه الحسنة كتمحي السيئة، كتمسحها من كتابك، من قلبك ومن حياتك. فكيفاش كتخدم هاد القاعدة؟ شوفي معايا، تخيلي عندك دفتر حياتك، كل نهار كتكتبي فيه. مرة كتكتبي الذنب، غيبة، كذبتي، تأخير صلاة، نظرة حرام. هكذاك الصفحة كتولي كحلة، كتغبر. لكن إلا تباتي هاد الذنب بحسنة، استغفار، دعاء، صدقة، ركعتين نافلة، مساعدة لوحدة محتاجة، تخيلي ربي كيصيفط ملاك ويمسح داك السطر الأسود ويدير بلاصتو النور. غير تخيلي. وربما إلا كنتي صادقة، الله غادي يبدل ذلك الذنب الحسنة. والله تعالى قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هاد الآية كاينة في سورة الفرقان. يعني ماشي غير كيغفر، كيعوض السيئات بحسنات. واش كاين أرحم من هذا الرب؟ والحمد لله، كنحمد الله ونشكر على نعمة الإسلام. تندويو دابا على الجانب النفسي. الغلط ماشي نهاية العالم، الخطأ في حياتنا ماشي النهاية، بالعكس يقدر يكون بداية جديدة إلا عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه. لكن المشكل هو الضغط النفسي بعد الذنب، داك الإحساس اللي كيجيك ديال الذنب اللي كيبقى يعذبك، يخليك مكتئبة، فاقدة الثقة، حاسة براسك وحيدة، مرفوضة من الله. وهنا الشيطان كيهمسلك: واش غادي تنوضي تصلي وانتي البارح كنتي كتشوفي الحرام، كنتي شاده النميمه على فلانه،
شحال من مره قلتي غادي تتوبي وما وفيتيش؟ علاش تعذبي راسك؟ راه فات الاوان. وهذه هي هضره الشيطان. لكن الجواب بسيط، ربي كيتقبل منك غير حسنه صادقه، غير خطوه وحده. وباش تفهمي بعمق غادي نعطيك امثله واقعيه. مثلا خصبتي شي وحده، سيري تصدقي على نيتها، داي معاها، وعودي نفسك ما تطيحيش في هذا الفخ الثاني. مثلا كنتي مع شي واحد في شي علاقه محرمه، قطعي وتوبي وسدي داك الباب اللي كان مفتوح للحرام، وربي غادي يفتح لك باب الحلال والرضا. فدابا غادي نعطيك مفاتيح عمليه باش تطبقي اتباع السيئه بالحسنه. فكل ما درتي ذنب قولي شنو غادي ندير دابا باش نمحيه. فكري فيها دغيا. حطي لائحه في الهاتف ديالك فيها اعمال صالحه سريعه، بحال مثلا استغفار 100 مرة، تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، تسبيح، صدقة. وكل مرة طيحي في الذنب وكانت قريبة منك صلاية، نوضي دغيا توضاي وصلي. خاصك تولي في هاد الحاجة. وعلقي في البيت ديالك ان الحسنات يذهبن السيئات. فالبنات راه كنا كنغلطوا، ولكن التساهل مع الذنب هو اللي كيخلي الانسان كيغرق. الا بكيتي على ذنبك راه قلبك باقي حي، وإلا حسيتي بالندم قلبك باقي حي، وإلا قلتي غادي نبدا صفحه جديده راه ربي غادي يفرح بيك، غادي يفرح بيك والله، فرحه اعظم من فرحه الام بولدها. فراجعي نفسك وراجعي علاقتك مع الله، وكل سيئه درتي ديري وراها حسنه. هذه هي القاعده. راه يمكن هاد الحسنه تكون سبب دخولك للجنه. معاك صوت امل، حديث لكل ثانيه فيه معنى، وكل كلمه فيها نيه صادقه باش يغير شي حاجه في حياتك. واذا وصلتي للاخر ديال هذا البودكاست فانا كنشكرك بزاف من قلبي. ودايما كل وحده كتسمعنا تكون هذه اللحظه بدايه جديده لها. ونتلاقاو في بودكاست جديد ان شاء الله. وإلا عجبك البودكاست ما تنسيش تبارطاجيه مع الناس اللي كتعرفي.